مشينا عملنا ستاج دي جور في عين دراهم. ستاج يتسمى باهي، عملنا فيه خدمنا فيه على الفيزيك، تعمدنا على خدمة الفيزيك وروحنا من ستاج الحمد لله سون بليسور لاباس. عملنا تحضيرات طيبة، نلوجوا في دي ماتش اميكو، لعبنا بامال دو ماتش وعملنا دي ريزولتا باهي، وان شاء الله عاقدين العزم باش نعملوا انطلاقه طيبه في البطوله، خاطر عارفين اللي البطوله صعيبه السنه، الجمعيات الكل ميم نيفو، وان شاء الله بقدره ربي سيزون طيبه ان شاء الله. تحضيرات قرب السنه بدينا عامنا معناها في بدايه اوت. التحضيرات عاديه ممتازه، عملنا تربص في عين دراهم، الامور لاباس. عملنا انتداب 7 لاعبين معناها جدد، خذينا محرز حسني، خذينا زوز معناها هما قرابه كانوا يلعبوا في جمعيات اخرى في الوطني رجعناهم ولا يلعبوا مع قربه في الوطني بي. خذينا 5 ملاعبيه اخرين معاهم. الملاعبي اللي نجيبوه عندنا مصداقيه في الفلوس نتاعنا. احنا الملاعبي اللي نوعدوه ب 10,000 دينار ياخذ 10,000 دينار على الاخر من الليل. احنا ما نوعدوش ب 50,000 دينار وفي الاخر نعطيه 20,000 دينار ولا 25,000 دينار. انا نوعدوا ب 10، نوعدوا على قد الميزانيه نتاعنا، وكل الاتفاقيات نتاعنا مع الملاعبيه الكل ملاعبيتنا خالصه لاخر وقت في شهرياتها، في البريم دوندمون نتاعها، في كل شيء. ما عندناش حتى مشكله مع حتى ملاعبي. ان شاء الله نهار الجمعه هذه لو 5 كل 5 دو موا الملاعبيه الكل تخلص على اخر ملي. والله حتى احنا جينا هنا اوبجيكتيفنا طلوع بالطبيعه، تلقانا متفائلين الناس الكل. دينا تحضيرات على بكري ان شاء الله، على خدمه تجيب ثمارها في وسط العام، وان شاء الله معناها الهدف اللي جيناه ان شاء الله معناها نوصلوا له في اخر العام ان شاء الله. ديما عندنا نعملوا اونتام دو شامبيونات باهي. ممكن في المواسم القادمه ما كانش عندنا اوبجيكتيف نتاع اكسيسيون. السنه ان شاء الله معناها عملنا من الاول تحضيرات باهيه، وقامت الهيئه مشكوره بانتدابات باهيه. معناها ان شاء الله معناها عندها فما جروب هوموجين طموح شباب، عندنا وليدات صغيرات باهيين، وعندنا دي جوار دي زيكسبيريونس كيما محرز حسني كيما ماهر الخميه، معناها جوارات لعبت على الاكسيسيون قبل. ان شاء الله معناها تكون مجموعه معناها هوموجين، وان شاء الله معناها نحققوا الهدف المنشود ان شاء الله. راهو فيها معناها جوارات باهيين، معناها قلت لك نعملوا لهم كادرمون باهي وينجموا، راهو عملوا لهم قاب قوسين كانوا باش يمشيوا للبلاي اوف نقطه معناها بالجروب هذه الموجوده. زاد دعمناها برصيد بشري نتاع 4 ولا 5 كيليمون اصحاب خبره، وان شاء الله كما قلت لك ربي يوفقنا ونفرحوا جماهير قربة السنه ان شاء الله. نعود للحديث في موضوعنا اليوم التمويل الرياضي، ونستقبل السيد لطفي العياري مدرب مستقبل ود الليل. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد، ومرحبا بجميع متابعي قناه الجنوبيه. بطبيعته سي لطفي العياري مازال ما دخلش في الريتم نتاعنا، خذيناه على الطاير. كنتوا تشاهدوا في تحضيرات جمعيه قربة لاخر مباراه كانت ضد الترجي التونسي، وتعادلوا ايجابيا هدف مقابل هدف. جمعيه قربة من بين الانديه اللي تعرف استقرار مالي وفني بفضل تكوين العديد من اللاعبين ليتمول بهم الأندية المحترفة في الرابطة المحترفة الأولى. سي لطفي العياري عطاير، بالنسبة لجمعية قربة نعرفك بديت تتبع في أندية الرابطة المحترفة الثانية، كيفاش ترى الجمعية هذه؟ والله جرينا معها مقابلة ودية، كانت مباراة معناها حماسية. ظل الفريق المتماسك بالخطوط الثلاث، ونتنبأ له بمستقبل كبير ان شاء الله في الرابطه الثانيه نتاعهم. وبما انك تحكي على التماسك، هل مستقبل وادي الليل سيكون متماسك في الرابطه المحترفه الثانيه؟ عندكم برشا ملاعبيه، عندكم انتدابات، عندكم رصيد بشري حافظتوا عليه من عمناول، يعني بعد عمل لي ضر شهر ونصف او اكثر شويه، وين وصلتوا؟ والله بعد شهرين من العمل دخلهم تربسين في مدينه عين دراهم. حافظنا على أكبر نسبة من اللاعبين القدامى تاع السنة الماضية، حققنا بهم الصعود، وكنا راهنوا عليهم وما زلنا راهنوا عليهم، وثريناهم مجموعة من اللاعبين من أقسام من القسم الثالث، تقريبا 6 لاعبين انتدبنا. في تقديري الفريق متكامل متماسك، وإن شاء الله كنا نتفائل كذلك باش نعملوا موسم رياضي يليق بتاريخ ودليل، ويليق بالمجهودات اللي تقوم بها اللاعبين والهيئة المديرة والإطار الفني. نعرفك لاعب سابق، يعني لعبت في القسم الوطني أليف آنذاك في الثمانينيات، آخر الثمانينيات يظهر لي،
89 حتى 92. بصراحة معناتها الإفكتيف الموجود في وادي الليل بين المقارنة بجيل 88 92 والجيل الحالي، هل هنالك وجها للمقارنة؟ والله الوجه المقارنة هو الطموح. جيل 89 90 كان عنده طموح الصعود وبلوغ الدرجة الأولى. الجيل هذا كذلك نفس تقريبا القاسم المشترك، هو يطمح كلهم جيل كل صغير ورغباتهم ربما أكثر من الجيل القديم. كنا قبل نلعب الرياضة للرياضة، الحين الرياضة وسيلة استرزاق، هذاك اللاعبين يراهنوا أكثر ويعملوا أكثر ويجهدوا أنفسهم أكثر باش يبلغوا الهدف نتاعهم في الحصول على العمل لنصبح عمل والمواصلة فيه، وربي يوفق الجميع إن شاء الله. قناة الجنوبية كانت تبعت تحضيرات مستقبل وادي الليل في أكثر من مباراة، تشاهدوا الصور تمشي معنا في تحضيرات مستقبل وادي الليل. ونجيك سي سالم الجندوبي رئيس الجمعية، كنا نتحدث عن الأمور المالية، كنا نتحدث على قلة ذات اليد، لكن الفريق متاعكم كما قال يحكي المدرب أجرى تربصين في عين دراهم، ونعرفوا التربصات يعني التزامات مالية وفلوس. مش معقول واحد باش يمشي يعمل تربص بالكريدي، لازم فما سيولة. الفلوس معناتها اللي تتصرف منين جبتوها وكيفاش قاعدين تحضروا؟ قبل كل شيء مستقبل وادي الليل هو فريق ماهوش نيمبورت كاليكيب، معناها وادي الليل 25 سنه تالي كانت في القسم الوطني. اليوم باش نعملوا تربصات، فما زاد ملاعبيه هذوما اللي ضحاوا اللي طلعوا النادي يرجعوه للقسم الثاني. يلزمك انت كهيئه كرئيس نادي توفر المال باش تعاونهم الناس هذوما، لانه من حقهم باش يمشيوا يتربصوا كما الناس، ياخذوا فرصتهم كما الناس وممكن خير من الناس. اذا انت بالحق تقول انا جو سوي لو بير دو لا فامي دو وادي الليل، البو يزيد ناحيه من فمه يعطي لاولاده. دونك على غالب ونيتي اوبليجي دو فير سيرتو نوتر دوزيام ستاج بصراحه في ظروف ماديه صعيبه برشا، لكن انا بصراحه قدام ولادي ما يلزمني نضحي، ويلزم ولادي يكونوا في احسن لوك، ويلزم ولادي ياخذوا فرصتهم ويتدربوا كيف ما يلزم. حاجه اخرى استحفظنا على الاطار الفني، راهو مش هكاك اعتباطين. اولا الاطار الفني يستاهل كل خير، سي لطفي ولد نادي، سي لطفي عمل عامين ممتازين. هذا العام الثالث يظل يمكن احنا الفريق الوحيد اللي عندنا عام الثالث مدرب، مش كالمدرب برك. ان شاء الله الاستمراريه تعطي الاكل نتاعها بالطبيعه. من العوامل النجاح وقت اللي نحسبوا احنا عوامل النجاح، يلزم يكون عندنا ستاف متواصل، يلزم عندنا هيئه متواصله، يلزم عندنا اطار طبي متواصل. نحاولوا تعموه، تعملناها بانديزيام كيني، تعملنا الفريق بامبريباراتور فيزيك، قاعدين نسعى ونحسنوا اطارنا بتضحيات داكوردو ميرا. شو وادي الليل هي وتونس فوق الناس كلها، راهو نضحيوا على وادي الليل ونصرفوا من مكاتبنا وقدر ربنا. واضح سي سالم خدمت لك سي لطفي العياري، بالنسبه للمباريات في الرابطه المحترفه الثانيه مش سهله، فما يعني كاليبر معين نتاع ملاعبيه موجودين، فما لاعبين ممتازين في انديه اخرى، فما انديه لها ترسانه من الانتدابات من ملاعبيه كانوا ينشطوا في الرابطه المحترفه الاولى. اضافه ناكد لك بين ظفرين الظروف التي تدور فيها المباريات في ملاعبنا أصبحت وكأنك في غول إفريقيا، يعني تمشي ماكش مروح إذا كان ربحت. صحيح الظروف التي تدور فيها المباريات هي ظروف صعبة، لكن حتى في القسم الثالث كنا فيه ظروف صعبة وتمكنا من تجاوز الظروف هذه بحكمة وبسداد رأي المسؤولين متاعنا وبسمعنا كلام تاع الملاعبين اللي كانوا منضبطين فوق الميدان، وإن شاء الله بنفس الطريقة هذه نفس السلوك هذا نواصله في الدرجة الثانية. وفي تقريبا ثم فرق كبير من حيث الظروف، بقينا في اللعب ثم فنيا نحكي فنيا ثم نسق اخر لابد عملنا حتى التربصين عملناهم الرفع من نسق اللعب نتاعنا. احسن شيء نكون متكيفين مع الطريقه الجديده باش نمارسوها ونلعبوا بها ان شاء الله في الدرجه الثانيه. هذا كله بحسب ما عندنا من لاعبين اللي هم كما قلت لك صغار صعدوا فرصتهم باش يبرزوا، واحنا نراهنوا على الفرصه هذه، على الطموح نتاعهم، على اللونفي كما يقولوا نتاعهم في البروز، ومع الرعايه الفنيه والرعايه الاداريه ان شاء الله نحققوا المبتغى. انا حبيت نحكي معاك واستدعيناك اليوم في الحلقه نتاعنا، سؤال واضح وصريح نحب لك تجيبني بصراحه اكثر. ما هو موجود في الانديه التونسيه الناس تقول انه لا يختلف بين الرابطه المحترفه الاولى والثانيه في مستوى اللاعبين، انما الفرق هو في انضباط اللاعبين وفي المال اللي توفر للجمعيه. الجمعيه يعني اللي عندها المال هي اللي تصعد، اللي يتوفروا لها تقريبا مليار في الرابطه المحترفه الثانيه تصعد، واللي تنجم تكون عندها ملاعبين ممتازين وما عندهاش الفلوس ينجم يكون الهدف نتاعها البقاء في هذا القسم، لكن مش باش تمشي بعيد.
والله معادلة صعبة كما قلت، المال أو العمل. أنا نظن اللي كان العمل يجلب الإشعاع، يجلب النجاح، والإشعاع والنجاح ويجيب المال. في القسم الثاني لو فريق يتصدر المراكز الأولى يجلب مستشارين، بل أكثر يتبث تلفزيا وإذاعيا، وبالتالي المال بعد يجي. الحين صحيح المال مش موجود، البداية بتكون صعبة، لكن أملنا كبير في المسؤولين الجهويين والمسؤولين على مستوى الوزارة، وزارة الإشراف، باش يراعيوا الظرف هذا، ظرف الفرق الجديدة هذه ما عندهاش ميزانية كبيرة، ويساعدوها باش نجم الشباب نتاعها واللاعبين نتاعها ينجموا يقدموا وجه مشرف كرويا أول شيء بهذا العمل، وأخلاقيا، وبالتالي يكونوا أهل الانتساب للدرجة الثانية المحترفة. طيب أنا باش نوجه سؤال سي سالم الجندوبي، ولكن على طريقة مثل شعبي نقولوا الناس الكل اللي يعرس خارج داره كل يتيم اللي ما عندوش والدين. هل اللي يلعب خارج ميدانه ينطبق عليه هذا المثل؟ لوادي الليل انتم ما مشونش باش تستقبلوا في ملعب وادي الليل، وربما باش تمشيوا المنوبة، أو نهار اللي ما فماش شغور في المنوبة نلقاكم تلعبوا في ميدان آخر، ربما في الوطن القبلي حتى كما قلناش ملعب آخر. قدرة ربي سيد الوالي وعدنا شعبه كان في وادي الليل، جات اللجنة بقات حاجات قليلة بقدرة ربي نتجاوزوها باش نلعبوا في وادي الليل. أنا هذا وعد السلطات، وعد سيد الوالي، وعد سلطة الأمنية، وعد الناس. سامحني سي سالم، الوالي إن وعد لابد أن ينفذ، يعني يعمل تحسينات، يعني البلدية تجي، يعني التراتيب تجي، الحماية تجي، الداخلية تجي، وكلهم معناتها يحاولوا باش يلقاو حل. أنا سامحني خليني واضح معاك، أنا المعطيات اللي عندي على غير ذلك، كان عندك أنت باش تصلحني تفضل، وإذا كان السيد الوالي عنده معلومات تخالف هذا زاد كيف يتفضل، وهي تصلحوا لنا الصحيح من الخطأ في هذا الموضوع. بالضبط. كان بصراحة كان فما صمت رهيب، لكن أخيرا تحرك سيد الوالي، سيد معتمد مدلول، الجمعة اللي فاتت جاء الإطارات الأمنية الكل، رئيس المنطقة، رئيس فرقة، رئيس المركز، سيد معتمد مدلول، سيد معتمد المكاني، بس تاخذوا الموليغاسيون تاع التيران موجودة باش ناخذوا. البلدية حطت الأموال، عملت الكونسلتاسيون ببطء، داكوردو، جات مأخر شوية، مي الحق توا كل شيء يبي دون اوردر. حقيقة أنا كان فما حاجة نقول راه توا كل شيء دون اوردر. سي سالم سامحني أنت تغطي. لا ولا سي سالم خليني نسألك، خليني نكون معاك. المدخل نتاع وادي الليل نقولش عليك أنت داخل معناتها في فوري في غابة. سامحني اللي باش يجي لوادي الليل يخاف باش يمشي البلاصة هذيك. أنت تنشط في الرابطة الثانية. أيوة. البلايك باش تدل على الميدان مش موجودة. هذه نعرف نتاع التجهيز وبتاع البلدية ولا نتاع ناس آخرين، مش من مسؤوليتكم، لكن راهو معناتها باش يلعب في الرابطة المحترفة الثانية هو عرس مفتوح للجميع، مش من حقك أنت، حق كل الجماهير اللي تستضيفها، هذا كله مش متوفر في وادي الليل. مبدئيا هناك التزام صريح، هناك أموال ضخت للشيء هذا، احنا نقولوا كل شيء صراحة، هذا اللي صاير، كان ما فماش نقول لك ما فماش، نحب نلعب في فريقي في بلادي. كل شيء قدرة ربك تجيب الشقاوة حلة أخرى. الجمهور بطبيعة الجمهور مش يدخل، أمورنا واضحة. لا فما انخراطات؟ مازال ما فماش انخراطات، ما فماش فلوس، إن شاء الله النتائج هي اللي تجيب الجمهور. النتائج هي. سامحني، الملعب نتاعكم في مكان مخصص للصحافة؟ باش تصير تهيئته ومبرمج في نفس سي سالم تقول لي وقتاش مازال البطولة؟ هما خرجوا كونسلتاسيون الأسبوع اللي فاتت، إن شاء الله قالوا الجمعة هذه تنطلق الأشغال استنوا فيها. ما هي ماهيش حاجه كبيره، تقول لي منصه الصحفيه راهو باش تتخطى باش عملها بي 3 معناها ترافاي دي ديزان دي جور. الضو عملتوا فيه؟ لا مازال عندنا مشروع الاناره، هذاك مشروع واحد. قداش 2017؟ لا هو اون برانسيب ب 2013 الاشغال ستنطلق في غضون ايام، توا السابقه في التسجيل، قاعد يسجل المقاول هذا كله راه من الجلسات. انت دبلوماسي انا نقول سامحني سامحني لا من 2013 مشروع لم ينطلق كيفاش؟ الله يبارك نجاوبك. لا نجاوبك اعذر. راهو صار فما بطء كبير توا بعد تقريبا 7 ولا 8 جلسات راه مع السيد الوالي ومع صلاه محليه والناس كل توا سي كل يد خذت اختها جا التجهيز عملنا هذوما جلسات. الوعد الصريح كان الصفقه المقاول معناها خذا الصفقه فما تسجيل نتاع الصفقه وكوسيون بروفيزوار مع شنيا دونك الامور اون برانسيب 6 سيمان باش تنطلق. هذاك رايك وانا رايي نقولوا للساده المشاهدين سامحني اذا كان اموال مرصوده او اموال مرصوده بالمليارات من 2013 احنا على ابواب 2015 ما يتنفذش الاموال هذه قاعده مش قاعدة تستفيد بها المجموعة الوطنية ومش قاعدين يستنفعوا بها الشبان والمقاولين أحيانا يحصلون على المال ولا يفعلون شيء. هذه بكل صراحة
وانت مدرب اريدك ان تجيب ايضا بصراحه، قاعد تدرب في ظروف معناتها مش باهيه، ما عندكش اناره في الملعب، اذا كان يعني باش تبرد الدنيا شوي وتتبدل المعطيات ماذا ستفعل؟ صحيح بالنسبة للإنارة لقينا صعوبات صراحة في شهر رمضان لما دربنا بالليل، وكان ما قدرناش نعمل مباريات تطبيقية، بقينا الحين ندربوا بالمساء توقيت المباراة. الإنارة مش مطروح، ما هي مشكلة بالنسبة للفريق الأكابر، لكن مطروح في المقابل الأصناف الكل، أصناف الشبان كلهم يتدربوا بعد أوقات الدراسة، فما لقاوش ظروف متاحة باش نجموا. طيب اعطيني توقيت السنيور نتاعكم وقتاش في درب الأكابر؟ دائما الساعة 3 بعد المساء. 3 مساء. والأصناف الأخرى سيدو تفشي 6 ونص. هذوما الأصناف الأخرى هم عندهم صعوبات كبيرة. مثالش انت تحب تجاوب، خلي يجاوبني الرئيس. عندكم معناتها سنة دوبل كاتيجوري في كل صنف؟ في كاتيجوري 9. ماذا ستفعلون بميدان 90 على 60؟ لا هو بالضبط 105 على 67. طيب مثال زيد نقسموا على 10، كل حد ياخذ 10 متر. هو كل حد 10 متر. المشكله بكريك سألت سؤال انت، السياسه وما السياسه. احنا وقت اللي جاء طارق دياب وعاوننا وباش نعمل الملعب كانوا عد باش نعملوا ديزانكس، وقفت اطراف سياسيه ضد الجمعيه باش ما انجزوش لي دو بلاتو دي ديزانكس. واضح. كان اليوم تعاملوا هذمك، اليوم راهو عندنا الاصناف الشابه نتاعنا وين تتدربوا معاه. هذه الاخطاء الناس اللي يحبوا حاسبين روحهم مسؤولين. اليوم احنا ضحيه الناس هذوما. اليوم الناس هذوما مطالبين باش يقدونا لي دو بلاتو ومش يدربوا دليل. من شروط الفرق الرابطه الثانيه لازم يكون عندهم ملعب لادراج مقابلات الشبان، احنا ما عندناش. لما تروح المظاهرات الله يعلم. في وادي الليل اغزر لا عندك فلوس، لا عندك نقل، لا عندك لا بلديه تعطيك بزايد، لا ولايه تعطيك، لا عندك بنيه تحتيه، لا عندك حتى شيء، ويلزمك تكون بارز، ويلزمك تطلع سامحني، ويلزمك الجمعيه تلعب معها. الولايه تعطيها 170 مليون اللي تاخذ فيه 600,000 ولا 3 ملايين، لازمك تربحها ماشي جاي، وكان تعمل معها ماتش شنيل تو الجمهور يسبك. دونك رجاء رفقا بوادي الليل. وادي الليل اليوم وادي الليل 90,000 ساكن، يا اطراف سياسيه راهم 90,000 صوت. بجاه ربي فماشي واحد حتى 90,000 صوت. 90,000 صوت يجي قد لنا هالتيران هذايا. كان جا دينا فريق عنده 25 عام في الرابطه الاولى، راهو عندنا مركب رياضي. 90,000 صوت تتحكم فيهم اذا كان اللي جاي فلوس. كل من يجيب حاجه لوادي الليل تصوت له العباد، راهو اللي يجيب لو بيان لوادي الليل. انا مع كل انسان يزرع شجره، مع كل انسان يبني حجره. واضح انت قلت قبيليك عندي 300 ملاعب وانت عندك ملاعبيه في السنيور، حتى تحافظ على تواجد الفريق في الرابطه المحترفه الثانيه. والله ان شاء الله هو املنا باش نحافظ على البقاء. اول شيء الهدف الاول هو تقديم وجه مشرف يليق بالنادي وتاريخ النادي، ثم الاهداف الاخرى اللي هي اما البقاء او لعب دورة البلاي اوف ان شاء الله يكون بحسب المباريات. شنو المباريات الوديه اللي لعبتوها؟ لعبنا مباريات وديه مع نادي حمام لام في الملعب التونسي، بن عروس، قربة، وفرق جزائريه. النتائج، ابرز النتائج. والله النتائج كانت معناها جلها فيها تعادلات، انهزام مع فريق جزائري، انتصار لفريق جزائري، تعادلنا مع بن عروس وتعادلنا مع قربة. حسب ما شفت انت الانديه يفوتوك في المستوى؟ لا الفوتونا لا، ما انت كل مباراة وحقيقتها، فماش نادي يفوتنا لو كان في تقديري عندي احسن جمعيه يعني. لكن بعد المباراة هي الحقيقة نتاعها فوق الميدان. طيب عندك ملاعبيه يعني يصنعوا الفارق؟ عندنا لاعبين يصنعوا الفارق في القسم الماضي، وان شاء الله باش يراهنوا عليهم في القسم هذا زاد باش يصنعوا الفارق. نحرجك ميسي كون. انا الميزه نتاع اللاعبين نتاعنا سي محمد عمناول، اللاعبين كل سجلوا اهداف من المدافعين الوسط والمهاجمين. بدر شنو البوست تاعو؟ وسط ميدان هجومي. شنو الميزه نتاع اللاعبين هذه؟ والله لاعب اول شيء لاعب خلوق، لاعب عنده قدره على تجاوز اي منافس، وعنده قدره على التمريرات الحاسمه نتاعو، وكذلك هداف. على فكره هذه من احسن اللاعبيه اللي باش يكون عنده حسب تكهن مستقبل في كرة القدم التونسية بالطبيعة إذا كان خدم على روحه. وإن شاء الله الأندية الكبيرة تلتفت إلى اللاعبين اللي موجودين في الرابطة المحترفة الثانية والأندية الهواة، لأنه يوجد في البحر ما لا يوجد في النهر، ويوجد ألماس في الغدير، يعني المياه الراكدة ستلقى فيها ألماسة. دونك نثبتوا رواحنا والرياضة التونسية نجموا في دواء. سؤال أخير نختم به الحصة معاك، هل أنت المدرب المناسب في المكان المناسب في وادي الليل؟
تحكم والله على نفسك؟ أنا ابن النادي، أنا مدرب، عندي خبرة، مدرب من سنة 94، دربت في الخليج وقعدت في جمعية في الخليج 5 سنوات. مش بسهل درب 5 سنوات في جمعية وأنت في الغربة. رجعت جمعيتي، عملت مرتين صعود من درجة رابعة درجة ثالثة، وصعود من درجة ثالثة درجة ثانية. والحكم ما يكونش اللي أنا باش نقيم نفسي. ما قيم روحك. أنا ما قيمش نفسي، أنا نخدم على روحي والعمل هو اللي يجيب فوق الميدان. نتمنى لك التوفيق. نفس السؤال، هل أنت المسؤول المناسب والرئيس المناسب للجمعية المناسبة؟ والله مبدئيا ما هو سؤال اما انت قلت بدره، انا باش نضيف لك حاجه. مستقبل وادي الليل ممكن الفريق الوحيد اللي عنده 16 لاعب اصحاب مستوى جامعي، وعندنا 21 لاعب يقوموا بفرائضهم الدينيه. فريق كيف تلقاه الى جانب الاطار الفني وقت اللي يمشي مصلي على النبي العين دراهم ويحتل الجامع بالاخلاق هذيك بقدرة ربي، فما كان نجاح. انا ولادي نضاف برشا، فريق نضيف برشا. سالتنا على البطوله الرابطه الثانيه باش نرجع لك، راهو صدقني معناها كيما سي محمد صالح، كيما سي الشطي، كيما نتصور الرابطه الثانيه زاد ما يصير حتى شيء سنه ان شاء الله. ما فماش غوره، ما فهمت شيء. لا احنا رؤساء نعرفوا بعضنا، نقدروا بعضنا، نحبوا بعضنا. ان شاء الله باش نعطيو درس السنه في الاخلاق الرياضيه كيما عملنا عمناول في الديفيزيون 3 وعمناول وانتشاد سي محمد علي على النقله اللي صارت على مستوى الاداء ومستوى الرياضي والاخلاقي نتاع نوادي الرابطه السياسه. ان شاء الله سنه نداء لجميع النوادي، وان شاء الله تكون باحترام الروح الرياضيه. شكرا لك سي سالم الجندوبي على الحضور، انتهى الوقت. شكرا لك سي لطفي العياري. احنا اليوم نزلنا برشا على ربما بلديه وادي الليل وولايه منوبه، نفس الشيء بالنسبه الى بلديه المهديه وولايه المهديه. فقط كونوا متاكدين اننا سناتي على كل حسنه وسناتي على كل سيئه، ونقول لمن احسن احسنت، لمن اساء يعني دارك أمورك. هذه هي الرياضة التونسية، احنا نحب خير الرياضة التونسية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء في برامج رياضية قادمة على قناة الجنوبية. إلى اللقاء، تصبحوا على خير.